تخيلوا في ناس صايمة الأيام دي، ده عادي ممكن اثنين وخميس زي ما احنا عارفين، لأ ده هم صايمين رمضان، وبيقولوا إن رمضان ابتدى يوم 24 أغسطس 2025. إيه الكلام الغريب ده؟ هو رمضان مش كان 1 مارس 2025؟ قال لك لأ، انتوا بتحسبوه غلط، وده كلام الناس اللي ماشية تبع التقويم القرآني الهاشمي زي المستشار عبده ماهر والمفكر والكاتب يوسف زيدان وناس تانية على فكرة ومفكرين كتير وبينشروا آرائهم على التيك توك. طيب انتوا جايبين الكلام ده منين؟ بيقولوا ان احنا بنصوم غلط وتقويمنا غلط. طب ازاي؟ بيقولوا المفروض كل 3 سنين بيتضاف شهر النسيء. طيب هو ربنا سبحانه وتعالى مش قال انما النسيء زيادة في الكفر؟ ده في كتابه العزيز. طيب ازاي بقى بتقولوا بنضيفه؟ قال لك لا، مش ده النسيء اللي قصدنا عليه. ربنا كان بيقول عن النسيء بتاعهم ان هم كانوا بيبدلوا في الشهور الحرم، يعني علشان يغيروا على القبائل، علشان يطلعوا يصطادوا في اي شهر هم عايزينه. وده غلط جدا، ده على حسب كلامهم، لان الشهور لما بتتبدل بيجي رمضان مره في الصيف ومره في الشتاء، لكن رمضان ثابت. طب يا جماعه ازاي ثابت؟ لان التقويم الهجري غير التقويم الميلادي، يبقى استحاله يكون ثابت. قال لك طب ليه بقى بيجي مره في الربيع بيكون مره في الشتاء؟ وكمان ليه متسميه ربيع اول ومتسمي رمضان اللي هو المطر الخفيف بعد الحر الشديد؟ الفريق التاني بيرد عليهم، بيقول إن التقويم الهجري بيعتمد على حركة كوكب الأرض حوالين الشمس بعكس التقويم القمري، فلازم الأيام القمرية بتكون أقصر. بعدين الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام محمد قال في حجة الوداع إن خلاص الأرض استدارت كامل هيئتها زي يوم ما ربنا خلقها. وبعدها عمر ابن الخطاب لغى أيام النسيء. ومش مبرر إن هم بيقولوا إن التكاثر بيحصل شهر واحد في السنة، علشان كده الحج له ميعاد معلوم، لأن برضو رأي الأطباء البيطريين كان غير كده، وقالوا إن التكاثر بتاع الحيوانات ممكن يحصل في أي وقت من السنة. ده رأي غريب، وكمان بيأكدوا إن أنتوا هتشوفوا معجزات ليلة القدر يوم 18/9/2025. لو أول مرة تسمع الكلام ده اكتب لي في التعليقات وقول لي رأيك ليه إيه. تحياتي ليك.